بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة على مائدتي. أهنئ نفسي وأهنئ جميع أفراد عائلة على مائدتي اللي بلغنا وفتنا 1000 مشترك ومشتركة في القناة. نشكركم على الثقة اللي ضعتوها فيا، نشكركم على الانضمام تاعكم للقناة اللي راكم تكبروا فيها، ونقول لكم شكرا 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 جزيلا لكم، ودمتم أوفياء للقناة، وإن شاء الله مزيد من التألق ليا وليكم بحول الله. اليوم جيتكم بوصفة ما كانش اللي ما يبغيهاش أعتقد، اللي هي الروز بالدجاج. كاين بزاف طلبات جاتني كثريه على انا دائما نتكلم على المبتدئات في الطبخ، لانه هناك نساء الله يبارك كل سبع صنعاء وكل شيء يعرفوا يديروه، ولكن دائما كاين بنات مبتدئات متزوجات حديثا اول مره يدخلوا المطبخ. كاين حتى رجال اللي يبغوا يطبخوا ولا مضطرين يطبخوا بسبب وجودهم وحدهم ولا في الغربه. لذلك انا القناه تاعي ماهيش توجه للناس المحترفين في الطبخ واللي يعرفوا يديروا كل شيء الله يبارك عليهم، ولكن ناس اللي يبغوا الطبخ ويبغوا يتعلموه، ربما لأول مرة، ربما وصفة ما يعرفوهاش من قبل وراهم يتعرفوا عليها معايا، وهذا الشيء يشرفني ويكون فخر ليا. اذا اليوم جيتكم بالروز باش نديروه مفرز على حبه، لانه الكثير من المشتركات قالوا لي على الروز اللي جينا معجن. اليوم ان شاء الله نحاولوا نديروه. انا الروز دائما نبغيه بالدجاج، نفضله بالدجاج، تبقى مساله ذوق، واللي يبغي يديره باللحم ما كانش اشكال، نفس الطريقه، ولكن في بلاصه الدجاج يدير اللحم. بسم الله على بركه الله. نبدو نحطوا الزيت، ما يشقاش نقول لكم باللي الزيت بزياده، حتى الروز يبغي الزيت. انا الروز نديره بالثوم، كاين ناس يديروه بالبصل، هذه تبقى مساله طبخ، ولكن انا نقول لكم على الطريقه المعتمده عندنا حنا في الاسره. دائما نديروا الروز بالثوم فقط. نحطوا، انا راني حاطه هنا 4 فصاص ثوم لبس بهم، راكم تشوفوا الحجم تاعهم. واكيد اكيد ما كانش روز بلا الرند اكيد. اليوم انايا درت 2 وريقات، تقدروا تكتفوا بورقه واحده تاع رند. نحط الدجاج تاعي، لا عفوا، نخلي شويه هذا الثوم يتقلى في الزيت وياخذ ذوق، ومن بعد عاد نحط الدجاج، لاني انا الدجاج تاعي خرجته من الكونجيلاتور دونك ما عادش يتقلى لي. بعد ما خليت هذا الثوم قلى يعني هو تغل، نستف الطرف تاعو تاع الدجاج. انا هنا درت 2 تاع الصدوره تاع الدجاج، ودرت هادو لي 2 بيلون. وهنا تبقى يعني في الدجاج الطراف اللي يولموكم واللي يكونوا عندكم في البيت. ونبدا نحط في لي زيتيس تاعي. اول حاجه نحط الفلفل الاسود، ما نكثرش، نكركب اكيد. الملح، الفلفل الاحمر ما نكتروش، لانه مانيش باغيه يعني الروز تاعي يجي احمر بزاف، نبغي يجي صفر مايل للاحمرار. واكيد زعفران ولا الملون الغذائي. ونسقيو ونديروا حساب الروز باش ما نكتروش السقي. نديروا الحساب الماء اللي طيب لنا الدجاج واللي فضل لنا باش يطيب لنا الروز. واكيد الا احتاجينا رانا غادي نزيدو يعني، ولكن ناخذوا يعني ناخذوا احتياطاتنا باش نحطوا الماء كفايه اللي يطيب لنا الدجاج ويطيب لنا حتى الروز. نحطوا ايضا ملعقه نتاع طماطم مصبره. كما راكم تشوفوا كل شيء رميته على ضربه. يعني الحاجه المليحه في الروز انك تحطي كاع كل العناصر مع بعض، من توابل من منكهات. نبلعوا لاكوكوط تاعنا لمده نص ساعه، الوقت اللي طيب لنا فيه الدجاج، ونعاودوا نتلاقوا باش نشوفوا كي غادي نرموا الروز. انا هنا اختاريت الروز البسمتي، الارز الابيض بسمتي، وانتم تختاروا الروز اللي يساعدكم. انا هنا غادي نغسله، نشله يعني نحطه في كاس ونشله في الماء باش نقلع عليه هذاك لابيدون. هذه وحده. تاني حاجه، كاين بزاف الناس اللي يقولوا لي باللي كي نوزنوا الروز، لانه حنا نعرفوا باللي الروز الحبه تاعه تزكى، يعني تحطي شويه تجي تلقي بزاف. انا طريقه تعلمتها على
تقدروا تقولوا خالتي الله يرحمها ويوسع عليها. لكل فرد تحسبي ملعقتين تاع حساء، يعني ملعقتين كيما هادو. يعني انا نحسب لروحي 2 ملاعق، عندي الزوج تاعي نحسب له 2 ملاعق، عندي بنات نحسب لكل وحده ولا اولاد ولا اخوه ولا لكل واحد من افراد الاسره نحسب له 2 ملاعق. وانا نزيد دائما ملعقتين، نقول في حاله ما اذا واحد فيهم بغى يزيد نزيد هادوك 2 ملعقات، يعني ملعقتين الاخيرتين. اذا كان مثلا حنا 4 افراد ندير 8 ملاعق ونزيد لهم 2، يعني ندير 10 ملاعق معمرين. هذا هو الحساب اللي ما يبقاليش، لانه يعني التبذير حرام وكثريه فيه الوقت اللي راني فيه، اللي كل شيء راه غالي فيه، لازم ناخذ احتياطاتنا ولازم ندبروا امورنا. لذلك انا هذا الحساب يخرج لي بدقه. كاين اللي يعبر بزلافه، انا ما نعرفش نعبر بزلافه، انا ولفت نعبر بالملعقه. كيما راني نقول لكم كل فرد نحسب له 2 ملاعق ونزيد ملعقتين اضافيتين في حاله ما اذا واحد ما شبعش ولا بغى يزيد ولا جانا ضيف وقت الفطور. دونك نلقوا هذوك 2 ملاعق يسدوا لنا هذا الثغره. نبلع على لاكوكوط تاعي، نخلي الدجاج تاعي يطيب ونرجعوا باش نكملوا باقي الوصفه. بعد ما الدجاج تاعنا طاب غادي نوخره، لاني راني غادي نقليه. هنا اللي يبغي يقليه يقليه، اللي يبغي يدخله في الفرن، واللي يبغي يخليه كيما هو ايضا يخليه. انا غادي نوخر الدجاج تاعي. الارز اللي كنت غسلته كيما قلت لكم بعد ما حسبت الملاعق نتاع افراد الاسره، راني غادي نحط الرز تاعي ونشوف. يعني ما نزيدش الماء تلقائيا، ولكن حنا نعرفوا باللي الماء ما نزيدوش تلقائيا حتى نشوفوا الا كان المرقه تاعنا تغطي لنا الروز ولا لا. الا شفنا باللي المرقه تغطي الروز بان دوا يعني زياده نكتفوا بهذا القدر. انا غادي نعاود نبلع الكوكوط بلا ما نديرها في السيفلات، غير يعني نغلق عليها ونخلي الروز تاعي يطيب. هنا ما نخربش فيه، ما نحركه، ما نخرب فيه، لانه التحراك هو اللي عجن لنا الروز. نخلي الروز تاعي يطيب نبلع عليه، ومن بعد ان شاء الله نتلاقوا في طبق التقديم. الروز تاعنا بعد ما بلعنا عليه وخليناه طاب على خاطرو، ما نتقلقوش عليه وما نحركوش. ها هو لا كيما راكم تشوفوا ديجا في لاكوكوط راه مفرز حبه على حبه. انا نسيت ما صورت لكمش كيفاش قليت الدجاج، ولكن يعني بكل بساطه رفدت مقله، حطيت فيها شويه زيت شويه دهن شويه زبده وحطيت الدجاج تاعي انتقله. اللي يبغي يدخله الفرن في هذه المرحله يدخله الفرن كيما راكم تشوفوا. ها ولا الروز تاعي راه وحده، يعني ما يتلصق في القاع نتاع لاكوكوط ما والو. انا الروز نبغي دائما نحطه في هذه النوعيه تاع الاطباق اللي تكون طويله، مش عارفه علاش نبغي نحطه في طبسي طويل. الوريقات تاع الرند كاين اللي يبغي يزوق بيهم يعني الطبق، وكاين حتى اللي ياكلهم. انا عندي مانياس تاكل تبغي الوريقات تاع الرند اللي يكونوا طايبين في الروز. ناخذوا هذوك الطريفات تاعنا تاع الدجاج نستفوهم بهذا الشكل، وحتى هذوك لي بيلون نستفوهم بهذه الطريقه. وكل واحد وطريقته في تزيين الطبق. انا هذا هو الطبق تاعي تاع الروز بالدجاج اليوم حضرناه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم، واكد لكم بلي الوصفه ناجحه ولذيذه وما يتعجنش. هذا هو المهم، يعني ما يتعجن لكمش. ان شاء الله تاكلوه بالصحه والهنا، وان شاء الله تجربوا الروز بالدجاج على طريقه على مائدتي. نشكركم مره اخرى لانضمامكم للقناه، نشكركم لتفاعلكم، ونرحب بكل تعليقاتكم. واللي عندها وصفه راهي باغي تشوفها تقول لي، وان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاع اليوم. ونقول لكم الى لقاء قريب، مع السلامه.